شفت مسلسل وينزداي الموسم الثاني، اتكلمت الشهر اللي فات على اول 4 حلقات من الموسم الثاني، ولقيت ناس كتيره جدا مختلفه معايا، وحاولت اديله فرصه في اخر 4 حلقات، بس احنا بنبعد، احنا بعدنا قوي. اكيد طبعا هو افضل من اول 4 حلقات، بس كنتيجه او مقارنه بين الموسم الاول والموسم الثاني، لا الموسم الاول يكسب بفرق شاسع. بص عشان نجيب من الاخر، هو مسلسل مش وحش، اللي مضايقني ان ده بقاله 3 سنين بيتعمل. لو مسلسل وينزداي بينزل كل سنه بموسم جديد بنفس المستوى ده، انا بصراحه مش هتضايق خالص وهبقى تمام والدنيا تمام. لكن كل شويه تغيب لي سنتين 3 بنفس المستوى، دي حاجه تحبط وتزعل. المسلسل ده كان ممكن يبقى في حته ثانيه خالص، بس ما اعرفش هم قرروا يحافظوا على حته كده معينه، السيف زون بتاعتهم وخلاص. يعني تقريبا اكتر حاجه عجبتني في الموسم ده هو اداء الممثله جينا اورتيجا، تقريبا ما اعرفش جينا اورتيجا او اورتيجا حاجه زي كده يعني. بصراحه ادائها عظيم وبتثبت كل حلقه ان هي ممثله رهيبه. تاني حاجه عجبتني في الموسم ده، في شخصيه بنت كده ظهرت في الموسم ده، لا دورها حلو جدا واضافه كبيره جدا للمسلسل. غير كده بقى حشو، في اضافه شخصيات جديده مستفزه ما ضافتش حاجه للمسلسل، في قصص جانبيه ممله جدا، دي مرات وده ومش عارف مين وده صاحب كذا وده زومبي مش عارف ايه، لا يعني كل ده حسيته حشو على الفاضي. البناء كان مجتهد جدا، يعني بناء حلو بس ملوش لازمه. في النهايه ده موسم مش وحش، في حاجات كويسه، بس انا بصراحه ما انصحش اي حد اللي يتفرج على وينزداي الموسم الثاني، ومش متفائل باللي جاي، وما اعتقدش ان انا هتفرج على الموسم الثالث الا لو سمعت ان هو جامد فعلا. وخلاص قرروا بقى يطوروا المسلسل ده لحته معينه، بدل ما هم ايه حافين على نفسهم في حته كده غريبه يعني. وبس كده، اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. سلام.